السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يلقاكم هاد الفيديو بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير ومنقصكم خير. مرحبا بكم في قناتكم، في قناه رضا ام نجلاء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد جيل واعر بزاف، جيل اللي شاركت لكم معكم ستوري ديالو وعجبكم ولقيت عليه تفاعل بزاف. قلت علاش لا ما نديروش لكم في واحد الفيديو اللي طويل. غادي نتكلم لكم على المزايا ديالو، على الايجابيات ديالو، على السلبيات. بالنسبه لهاد جيل انتيم هذا كيتباع في الصيدليه، ماشي من الانواع اللي كيتباعوا في البارافارماسي. هذا كيتباع في الصيدليه لانه منتوج طبي. حيت كاينين شي لي جيل انتيم كاين اللي كيتباعوا في البارافارماسي وما كيتباعوش في الصيدليه. هذا لا، هذا معالج، كيعالج الحكه، كيعالج مثلا الريحه، السيلان. كما قلت لكم فيه بزاف بزاف ديال المزايا. بالنسبه لهاد جيل انتيم، الثمن ديالو هو تقريبا كي 51 درهم. مبقيتش عاقله الصراحه. وكيتستعمل مره في النهار، يعني مره واحده من نهار في النهار. تقدري تستعملي اما مره واحده في النهار ولا مره واحده في الليل. زوين بزاف. الحاجه اللي عجبتني فيه واللي الصراحه قلت ما غاديش زعما نبدلو، هو الريحه. كيتميز البنات بواحد الريحه اللي زوينه بزاف، الريحه اللي اصلا هي معالجه. ريحه الشيح. وشكون اللي ما كتعرفش الشيح؟ الشيح هو نوع من الاعشاب. آه، كاين اللي كيستعملوا البخور، كاين اللي كيستعملوا مثلا السيدات هكا كيديروا كاسرونه، كيديروه فيها شويه الشيح وكيخلوها تتغلى وكيتبخ، كيبوخوا عليه او بمعنى كيتبخروا به. الا كانت مثلا عندهم الحساسيه، كان عندهم حاشاكم محرق الماء، فالشيح راه معروف عليه هو انتيبيوتيك، يعني معالج المشاكل ديال اللي كتعاني منهم المرأة. كما قلت لكم، اللي عجبتني فيه انا بزاف هي ريحه الشيح. وتاني حاجه عجبتني فيه هو الثمن ديالو ما غاليش. كما قلت لكم تقريبا 51 درهم، ولكن هو فيه بزاف، يعني تقدر يبقى لك حتى لشهر، حيت كتغسلي به غير مره واحده في النهار وصافي. بالنسبه علاش البنات قلت لكم راه كتستعملوه غير مره في النهار، حيتاش كاينين شي جيل انتيم كيتستعملوا مثلا 3 مرات. هذا لا البنات، هذا راه معالج، يعني معالج لشي حاجه كتحس مهم، اما ميكروب كما قلت لكم، اما حكه في المناطق الحساسه، اما المرأة كتعاني من بزاف ديال المشاكل. ومن بين هاد المشاكل هما اللي ذكرت لكم. تقدروا تاخذوا هاد الجيل الانتيم كمعالج ماشي كمنظف، هذا كمعالج. والبنات اللي يجي الانتيم الاخرين اللي كيتستعملوا كمنظف، هذاك كيكون اصلا خاص. علاش البنات قلت لكم اللي يجي الانتيم ماشي كلهم بحال البنات. هاد الجيل الانتيم هو خاص خاص انك كتستعمليه مره واحده في النهار. وكاين هاد بحالو، ولكن ما فيش 7 كما كتشوفوا. هذا راه فيه رقم 7. بحالو كتستعمل دائما، يعني تقدري تستعمليه حتى 3 مرات في النهار. هذا لا، هاد جينو 7 هذا كيستعمل مره واحده في النهار وما نكثروش منه. كما قلت لكم هو معالج. بالنسبه لجيل الانتيم البنات، علاش بزاف ديال الاطباء كيحذروا منهم؟ حيت لي جيل الانتيم كما كيقتلوا لك البكتيريا النافعه، كما كيقتلوا لك عفوا البكتيريا الضاره، كيقتلوا لك حتى البكتيريا النافعه. لان حنايا السيدات عندنا جوج بكتيريات، عندنا النافعه وعندنا ضاره. ولا مثلا شريتي بحال هاد النوع وكثرتي منه، كتقدري
تولي في مشاكل اكثر لا كثرتي منه بزاف. كما قلت لكم تقتلي البكتيريا الضاره او عفوا البكتيريا النافعه، وتما غادي تحسي بمشاكل كثر.